ازيك يا دكتور احمد؟ ازيك يا دكتور احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك انت؟ معلش بقى يا دكتور احمد، النهارده انا كنت سايبك في السفريه دي، طولت شويه معلش. الف حمد لله على سلامتك. وايه اخبار؟ ازي صحتك؟ الحمد لله. وايه اخبار الاولاد؟ إيه؟ تمام الحمد لله. كويسين؟ اهم حاجه المستشفى كانت تمام. انت عامل ايه في السفريه بتاعتك؟ والله الحمد لله قربت اخلص وان شاء الله خير يعني. باذن الله خير. انت كويس؟ الحمد لله. والاولاد؟ سلم عليك. بجد؟ بجد؟ طب الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله. نورت مصر من تاني. الله يخليك يا دكتور احمد. تسلم لي حبيبي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه خير خير. بس اسم حضرتك؟ جمال. كمال عبد الحي بن مقصود. كمال. ما انا كمال عبد الحي عبد المقصود، كويس كده؟ يا عم كمال، اسمي كمال. السن ما تقولش 85 سنه، كويس؟ ما تدفني يا دكتور، كفني وادفني احسن. خير يا حضرة، بس ده اللي بيدخل عندنا هنا بيطلع زي البوم. باين عليك يا دكتور بعد اللي انت قلته الحقيقه. طيب تسمح لي اكشف عليك؟ اتفضل يا دكتور. لا يعني مش جاي من اولها كده. قول لا قول تاني. لا الجمهور ما سمعش. قول ايوه كده. يا انت زي الفل يا ابني، ما فيكش حاجه الحمد لله. امال ايه يا دكتور؟ طيب انا تعبان ليه يا دكتور كده؟ لا هو بس شويه حاجات كده. انت سافرت بره مصر قبل كده يا استاذ كمال؟ يا دكتور انا لسه راجع من الصين. ايه السن؟ في يا دكتور؟ وانا كشفت عليك؟ يا نهار ابيض. في ايه؟ ربنا يستر. انا كشفت عليك يا استاذ كمال، انت رجعت بالسن بجد؟ انت اتلبست يا دكتور. في ايه يا دكتور؟ لا من بعيد، خليك زمن. سيد كمال، انت مصاب بفيروس صيني اسمه كوفيد 19. يا نهار اسود، ده فيروس خطير. انت بتقول ايه يا دكتور؟ لازم تعزل نفسك في البيت وتمشي على العلاج اللي هيكتبه لك دكتور احمد. انت اتجننت؟ ده مطهر عادي. طاهر ايه اللي بيحصل ده؟ يا استاذ كمال ده مطهر والله عادي خالص. ايه ده؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه يا دكتور الكلام ده يا دكتور؟ بص يا ابني. يا دكتور معلش خدت الفيروس من عندهم ورجعت. يا نهار اسود، ده انا اختلطت بعيالي واهلي ومراتي وكل اللي عندي. انا هكتب لك على دواء تاخده بانتظام، حذاري من الاختلاط باي شخص لانه مؤذي جدا، ولابد من ارتداء الكمامه والجوانتي، ومحدش يلمس اي شيء يخصك يا استاذ كمال. والشافي والله يا استاذ كمال. طب يا دكتور يعني اهلي اولع فيهم ولا اعمل فيهم ايه؟ ولع فيهم احسن. انت عارف انك بالشكل ده عاديت كل اللي حواليك حتى انا. بسرعه من فضلك نفذ اللي انا قلت لك عليه. الله يخرب بيت الخفافيش، الله يخرب بيت الخفافيش، الله يخرب بيت الخفافيش. ربنا يستر يا دكتور احمد. محدش عارف والناس ما عندهاش وعي. شعبنا شعب طيب، يقول لك يا عم خليه على الله. محدش عارف ان الفيروس ده بينتشر ازاي. ربنا يستر يا دكتور، ربنا يستر. فيروس كورونا ده يا دكتور ايمن انتشر من الحيوانات، منه انتقل للاشخاص، وهو سريع الانتشار لانه فيروس قوي، وكمان بيصيب بسرعه اصحاب الامراض المزمنه، السكر والربو والحساسيه. وعلشان كده اعلنت وزاره الصحه في بيان رسمي عن هذا الموضوع، وانا من رايي ناخد الاجراءات الاحترازيه. فاهم يا دكتور؟ والاعلام ايضا له دور كبير في توعيه الناس. يعني انت يا دكتور ايمن شايف الموضوع خطير للدرجه دي؟ طبعا يا دكتور احمد، وعلشان كده لازم نتصرف بسرعه للموضوع ده. تمام يا دكتور ايمن، وانا هبلغ اداره المستشفى باتخاذ الاجراءات اللازمه من المطهرات والكمامات، الاجراءات الاحترازيه، كمان استقبال اي حاله تيجي المستشفى. يلا بينا دكتور نشوف شغلنا. يلا بينا. انا والله تمام الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. من ساعه ما بقيت مذيع ولا عاد حد بيشوفك وهتحط كمان رجل على رجل. ايوه يا تمام. لسه حد عرفك عشان تحط رجل على رجل؟ لا انا بطلع بقول اخبار سودا زي وشه.
زي وش اني؟ لا زي كورونا زيي؟ ايوه ماشي، بعد المسرحيه اعرفك. ماشي انت شفت اللي حصل لكمال يا عم؟ يا ده قطع قلبي والله العظيم. قطع مال؟ قلبي. تعرفش؟ قالوا ايه؟ هو ابو نسب ومش عارف ماله؟ ازاي قالوا له ايه؟ ما جاله كورونا يا عم من ساعه ما رجع من الصين. يخرب بيت، ده راح الصين وجابوا معاه. ومش بس كده، اه ده هو ومراته يخرب بيتك اختي وعياله ولاد اختي والجيران والشارع كله. خلاص كفايه. وانا سلمت عليه وحضنته. عقبال. عقبال اني؟ ايوه اني؟ ايوه. لما كده هقعد امي اللي موجوده. المهم دلوقتي يا رجاله احنا لازم نشوف موضوع الوقايه الاحترازيه ديت. نلبس كمامات، لازم نحافظ على نفسينا. طب ما ينفعش نسيب الموضوع كده عايم. انت ازاي اصلا قاعد معانا من غير ما تلبس كمامه؟ انا شوف بتاع الكمامات فين؟ بتاع الكمامات فين؟ طب انا طلع بيجي الكمامة. من الشغل. جيت في وقتك. تعال. تمام، انت عامل ايه؟ والله جيت في وقتك. والله يعني ربنا امي دعيالي. امك دعيالك؟ بابا هو صح، بس اخد من وقتكم دي. اتفضل بس بسرعه بقى والنبي، عشان انا مش عايز حاجه تبان مني. خمسه بس يا باشا. طب ماشي. معاك كمامات اصليه، صناعه مصريه، وقطن 100%. اقسم بالله حاجه عاليه قوي، تشطيبها عالي وسعرها مش غالي، والواحده ب 10 والاثنين ب 15 ده يبقى شوف. ايه يا عم انت طالع راديو؟ لوك فين؟ ايه ده؟ مش ده الاستاذ؟ هو بشحمه ولحمه. والله ما شاء الله اول مره نشوف حد يعرفه. انت حضرتك الاستاذ نفل؟ ايوه يا قلب. لا انا بصراحه دي حاجه مهمه قوي. انا واقف قدامك كده فيس تو فيس مع اكتر واحد بيقول بص ده في مصر. ده شرف ليك يا انا عايز اخد سيلفي عشان الشرف ده مسحه. يخرب بيتك. يلا اضحك بشنبك اللي واكل نص بق. صورت يا اخويا؟ الكلب كان معاه. الكمامه يا باشا الواحده ب 10 والاثنين ب 15. ومن اجل التلاته ب5. ليه يا باشا واحنا سابقينهم يا باشا؟ يا باشا يعني سيادتك دلوقتي انت قاعد في كافيه. هو يعني انت عايز تكسب تخسرني انا؟ انا خسرك فين يا باشا؟ ده انت كده انا بقول لك حاجه افضل ليك. انت هتطلب ازازه كنز كده ب 10 15 جنيه. تعالى يا ابني تعالى. انا هديك الواحده ب 10 والثلاثه ب 15 قبل الزعامه. قالت دماغك الا بالراجل. تعالى بس. انا هريحك يا باشا انا هاخد منك الاثنين ب 2 جنيه. يعني الفرق ما بينك وما بينهم ايه؟ يا عم سيبك لا، ده منهم، حاجات تعالى اقول لك كتير طبعا. حاجة. سيبك منهم يا عم. طب قول لنا على اسمك. انا اسمي ايه؟ اسمك ايه؟ انت بتشتغل ايه ولا بتدرس ولا ايه قصه؟ اهدى عليه يا نوفل اهدى عليه. انا اسمي يا باشا ابراهيم. لسه بدرس. ما تعلي صوتك يا ابني، خلينا نسمعه. علي صوتك. قول يا ابراهيم. انا اسمي يا باشا ابراهيم. يا ابراهيم. علي صوتك يا ابني. كلية تجارة. لسه بدرس يعني. ايوه طريق يعني شويه. ايوه برافو عليك. بس يا باشا جيت مره ابويا قاعد لقيته قاعد متضايق انه عنده. علي صوتك يا ابني، الجماهير هتاكلنا. علي صوتك. ماشي. بس عارف يا جماعه، عارف يا باشا، انا اسمي ابراهيم. ايوه يا باشا. طالب في كليه تجاره. طب اطلع تمام يا قدام، باشا. اطلع قدام. لسه بدرس يعني. تمام. لسه بدرس يعني. ايوه برافو عليك يا ابراهيم. الحياه يعني انت زي ما انتوا حضراتكم عارفين يعني الحياه مريحه اليومين دول بسبب كورونا والجو اللي احنا فيه ده. ده الناس تمام. كلها. ايوه جه في مره لقيت ابويا قاعد، دخلت عليه وانا في الكليه لقيته قاعد متضايق شويه. صراحه يا باشا صعب عليا ان هو قاعد متضايق بعد العمر ده كله. فقررت ان انا شايل الهم. ايوه يا باشا شايل الهم. والله العظيم. ايوه ظروف الحياه. جيت في مره. ما تعلي صوتك يا عم. علي صوتك الناس هتضربنا. ايه يا ابراهيم؟ انا عارف قصتك. انت بعت لي جواب على البرنامج. ايوه انت شاب مجاهد انا عارف. وحلو. الحمد لله. طلعت الشارع لما لقيت ابوك مش عارف يوكلك ولا يوكل العيال ولا تجيب اللبس ولا تجيب اي حاجه. طلعت اتمشيت في الشارع وانت ماشي ليك كرتونه مكتوب عليها كمامات. فجت لك فكره. انا عرفت قصتي يا باشا. ايه ده نوفل؟ كمل بالراحه. بالراحه. خلاص يا عم. يا عم بقول لك انا ببيع كمامات. ايوه مجاهد حلو. ببيع كمامات. برافو عليك. بس عشان اساعد ابويا راجل غلبان. ايوه اللي هو عنده حته تاكس. تمام. عنده حته تاكسي يا باشا وشغال عليه بس الدنيا مريحه. ما احنا كلنا على باب الله. انا عارف. ايوه بس
دخلت في مره عليه لقيته قاعد متضايق فصعب عليا قوي يا باشا. طبعا قررت انزل الف وادور وقعدت ادور على شغلانه كده بس الدنيا مريحه بره. بس الحمد لله ربنا رزقني. سامحني يا ابني، سامحني يا ابني، سامحني يا ابني، سامحني يا ابني، سامحني. انا سامحني يا ابني، انا غلطت في حقك يا ابني، سامحني الله يخليك، سامحني يا ابني الله يخليك. اقول لك ايه اللي جابني؟ انا ما قدرتش الصبح قبل مواعيد الجامعه وبتيجي متاخر بالليل بعد المواعيد والفلوس جريت في ايديك. خفت لا اكون ماشي بحاجه غلط، لكن لما سمعتك بتكلم الاخ في التليفون عشان تساعدني صعب عليا وتأثرت. اوعى تعيط يا ابني، اوعى تعيط يابا، اوعى تعيط، طول ما انا موجود اوعى تعيط. اسمع يا ابني، انت في سنه دلوقتي السنه النهائيه في الجامعه، انا عايزك كل سنه تجيب تقدير زي السنين اللي فاتت، تجيب جيد جدا، فاهم يا ابني؟ ترفع راسي فوق قدام كل الناس، فاهم يابا، طول ما انت عايش، طول ما انا عايش ارفع راسك لانك انت ظهري وسندي في الحياه، عمري ما وطي راسك ابدا. ربنا يخليك يا ابني، ربنا يخليك. هذه العيال اللي بتفرح القلب مش العيل اللي هنا. سامحني يا ابني، انا تعبت، سامحني مش قادر. يا رب خليك معانا يا رب، خليك معانا. هذه العيال اللي بتفرح القلب مش العيل يبقى قاعد جنب امه ويقول له امه هات المصروف، امه هتوكل ولا ايه؟ هذه الناس اللي تفرح. انا خلاص تعبت من كتر الهم، زهقت من قاعد في البيت. يا ساتر. استرها يا رب، استرها يا رب، استرها على اولادي وعلى جوزي. خلاص الواحد تعب من شغل البيت، بره البيت وجوه البيت، ولا حد داري ولا حد حاسس. يا رب فروضه من عندك، انا تعبت معك في البيت. بتقول كده ليه؟ لسه بدري على طلوعك من البيت، ولا احنا خلاص مش على المعدة ولا على هواك وحاجتك قعدة القهوة والنميمة؟ شو احسن ما تصبح وشك خليك الاكل كل اللقمة اللي صبحيه. بتاكلها. يا ساتر عينك فيها. اهي بتبرطم بتقول ايه يا راجل؟ لسه بدري على طلوعك من البيت، جايز يكون ليك ناس تانية ولا اصحاب من نوع تاني، وحشتك القعدة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه. يا غادر اعوذ بالله منك. ولا يا نكد. مش على هواك احنا قاعدين. يا بابا يا ماما مش معقوله كده، مش معقوله كده يا بابا يا ماما، وكل يوم زعيق. هنعمل ايه يعني؟ ما احنا لازم نقعد في البيت عشان نحافظ على ارواحنا. يا بابا يا ماما بعد اذنكم ركزوا معايا شويه في الكلام ده. حاضر يا ابني. الاب والام لما يكونوا مختلفين في الطباع الحياه بتبقى صعبه. ليه كل واحد بيصمم على رايه؟ ليه؟ ده الجواز مشاركه بين اتنين اساسها الحب والود والعطاء، وانتوا مشاكلكم دي بتأثر علينا احنا. عشان كده انا بترجاكم تحبوا بعض، تتعاملوا مع بعض بحب وهدوء. ده احنا مستقبلنا في ايد ربنا وفي ايديكم انتوا. ارجوكم حسوا بينا وراعوا شعورنا، مش كده والله ما كده. احنا عايزين نعيش بحب ود سلام ومحبه. مالك يا ابني يا حبيبي؟ مالك يا ضنايا؟ معلش يا حبيبي حقك عليا، انا تعبت يا ابني، تعبت بغصب عني. معاك حق في دي يا وائل، لكن اللي مزعلني ان الحظر خلانا ديوس، خلانا ما نفكرش غير في الاكل وبس، ما بقيناش بنعمل اي حاجه تاني خالص. لكن هقول لك لازم نشغل وقتنا، لازم نعمل حاجه مفيده، بس الفكره ان
فين اصحى؟ نمشي على الحيط مثلا؟ لا على الارض يا بابا مش على الحيط. ولا نعمل فرقه فول الشعبيه، تكشي شعرك كده؟ فكرة يا ست حلوة. المجنونه يابا على المجنونه. لا يا اعملي كده. ناصر، لا يا ناصر، بدل ما انت قاعد كده قوم ساعدنا في شغل البيت، قوم اغسل الغسيل، قوم انشر الغسيل اللي من امبارح، ولا قوم اعمل اي حاجه. ناقص كمان تقول لي رد على العيال، ولا ليفهم، ولا احكي لهم حدوته قبل النوم. لا يا اخويا. ستات اخر زمن. لا يا اخويا، العيال خلاص كبرت، ايوه. بقت تاكل لوحدها وبتنام لوحدها، يعني مش محتاجينك في حاجه، اقعد على جنب احسن لك. ستات اخر زمن، مهما تعمل معاهم ولا كانك عملت حاجه غريبه. مالي انا من شغل البيت؟ ها؟ مالي انا من شغل البيت يا اختي؟ مالك؟ اللي هتفلح فيه بس عمال تزعق وتعلي صوتك، هو ده اللي انت فالح فيه. مالي انا من شغل البيت؟ ها؟ اغسل، امسح، اكنس، مش متجوزه سوسن؟ انا راجل حمش يا مدام، وليا شنه ورنه. على رأي المثل. عيب قوي اللي بتقوليه. على رأي المثل. عيب قوي. طول ما القرد سمعان ولا لا؟ حد بيسقف له هيفضل يعني يتنطط. سناسه انت. يلا يا جماعه سقفوا له عشان يتنطط. يا بختي تيجي تنطط معايا ايه ده؟ يا بابا. يا نعم. يا استني يا بابا. بنت استني. تعالى عيب قوي اللي بس. بتقوليه ده. سمعان ولا لا؟ خلاص يا رب. او ولا نسيتي؟ اقعد اقعد اقعد. تعالى اسمعني كده ونعمل حاجه مفيده كده في حياتنا السودة دي. تعالى. خلاص انت هتتعب منك. منك انت. امتى الحظر ده يخلص علشان تسيب البيت وتخرج؟ ثواني يا بابا. والله. ثواني. بص أيوة. انا قولي يا رشا يا دلوقتي بنتي. هنعمل حله محشي. ايه رايك؟ حلو خالص، ناكل انا وانت. انا وانت بس، سيبك من امي. لا ولا صباع واحد. ولا حته. ماشي؟ حلو كده. انا عايز محشي كروم. عين عليك يا ناصر. قصدي يا بابا، عملوا عليك عصابه. ليه؟ انا يلا. مش هعمل اي حاجه خالص الا لما لازم نصالح كلنا امكم. خلاص تيجي نصالحها؟ تعالوا نصالح. يلا نصالحها. زوجتي يا حبيبتي، اسمحي لي ان احنا نصالحك كلنا انا والاولاد لا يا ونغني لك. ابعد عنك. يلا بقى خلاص اقعدوا ساكتين، كل واحد يقعد عشان عايزين نسمع النشر. فكره روح حلوه يا المشة بابا. بتاعتك. خلاص ما انا هكنس بعدين. يلا يا راشد. نعم. يا حبيبتي هاتي من المطبخ الصينيه وهاتي المحشي عشان نعمله. طلباتك كانت مره واحده. يلا يا واحده. بنت على جوه. مره واحده. امرك يا الله يا بنت، واحد. امرك الله. يلا يا واحد تعالى افتح التلفزيون عشان نشوف. حاضر، لما نروح بس تيجي يا ماما عشان نتفرج كلنا. طيب يا اخويا. اعدل يا ابني الترابيزه على جنب. في محشي. طبعا جايب الكيكه كلها، اكلت الكيكه، خلصت الكيك اللي عند الراجل. تفس معلش. يا بنت حشينا سادس عشر. طلعاتك يا بابا. يلا يلا بقى نشغل التلفزيون. اديك فتح اهو. ما اتفتحش. قوموا افتحوه. فتح؟ الحمد لله. مساء الخير عليك. عليكم السلام. العواد. الله يعافيك. هو مفيش الا نوفل. اخبار كورونا وسنه سودة من اولها. ماشي. بيان رئاسه الوزراء، نوفل يتحدث. قرار مجلس أنت مش الوزراء عارف تقرا. الوطني بشان حظر التجوال. وباقي ايام شهر رمضان المبارك، وجاء ابرز القرارات. ايه الوليه دي؟ وليه دي؟ يا عم اتعلم القرايه الاول. تعليمي كده. قرار مجلس الوزراء اليوم الاعلان حظر التجوال حتى نهايه شهر رمضان، وسيكون بدايه من صباح غدا الجمعه، وحظر حركه المواطنين على الطرق العامه، وسوف تكون من 9 مساء وحتى 6 صباحا، ومع السماح بالحركه الضروريه. انت ناوي تقعد في البيان ده 6 ساعات؟ يجيبوك من على الحيطه في شبش بوسط. بالحركه عملوا على اهلك. يحموك في كنكه، والحركه الضروريه المرتبطه بالاحتياجات الطارئه التي يقدرها مامور الضبط او القضائي مع استمرار ضبط كل الاماكن. يعني من الاخر كده اقعد في البيت وشك وش الغراب، قصد المدام والاولاد لو اختاروا تلبس عشان تهديك. انا نظرت مني فعلا. كنت مرافقه. اوه يلا